السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا النهارده هنعمل مع بعض الكبده الاسكندراني بطريقه جميله ونفس الريحه والطعم اللي احنا بنحب نجيبها من بره. عباره عن ايه؟ عباره عن نص كيلو من الكبده، كميه توم مقسومه نصين، نص كوبايه صغيره من الخل، بهارات ملح وفلفل وكمون، وعندنا فلفل اخضر وفلفل حامي. دلوقتي في طاسة على النار حطيت شوية زيت وسخنتهم حلو. هاخد نص مقدار التوم وابتدي ان انا احطه في الزيت، مجرد ان اشمله ريحة بس مش تحمير. تمام. بعد ما اشمله ريحة هبتدي ان انا احط على طول الكبدة، هديها تقلبتين كده في الزيت مع التوم. دي يعني التركة اللي الناس بتعملها بره، بيحطوا نص مقدار التوم في الزيت والنص التاني بيحطوه لما الكبدة بتستوي. تمام. هبتدي دلوقتي ان انا احط نص كوبايه الخل، نص كوبايه صغيره من الخل عليها، واقلبها كويس، واجيب البهارات واحطها، الملح والفلفل والكمون والفلفل الاسود، وهديها تقليبه كده واسيبها شويه تستوى معاها. بعد ما هتاكد ان هي دخلت في السوا وبقت تمام، هروح اجيب الفلفل بتاعها واحطه واديها تقلبتين كده معاها. انا طبعا ما حطيتش الفلفل في الاول عشان مش عايزاه يتهرى. تمام. انا بحطه لما الكبده بتستوي. وبقيه التوم اللي انا سبته هحطه دلوقتي لما الكبده استوت معايا. اول ما بتحطي التوم بتشملها بقى الريحه نفس بتاعه الراجل بالظبط. دي التركه اللي بتبقى في الكبده بتاعه الراجل اللي كلنا بنحبها. دلوقتي هي استوت معايا وبقت تمام. هحطها في العيش بتاعها. عملت معاها شوية بطاطس محمرة، طماطم مقطعاها، الليمون طبعا لا غنى عنه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة.